في بوست كده قابلته لواحد من اكتر الاعلاميين المحايدين اللي في مصر. كاتب بوست جميل قوي، انا حبيت بس اقراه مع حضراتكم كده، لان البوست بصراحه استفزني قوي. كاتب ايه بقى الراجل ده؟ اسلام صادق، الاعلامي ده اللي هو بيقول على نفسه محايد، اللي اسمه اسلام صادق. كاتب ايه بقى على الصفحه بتاعته على الفيسبوك؟ الصفحه بتاعته: الانطباع السائد قبل مواجهة السوبر الأفريقي، الانطباع السائد على السوشيال ميديا إن الأهلي أقوى من الزمالك فنيا، وأن الأخير يحتاج إلى 10 صفقات، وهذا ليس له أساس على أرض الواقع. الكفتان متساويتان، كلاهما لديهما مميزات وعيوب فنية وإدارية. خد بالك من الكلام، وإدارية. وقوة الأهلي تكمن في وسام أبو علي فقط، يعني إمام عاشور بقى، وحسين الشحات، ورضا سليم، وكهربا، وقفشة، وكل ده ما مش جاي معاه سكة. والزمالك يمتلك أفضل لاعب في مصر والأهم على الإطلاق، هو زيزو. طبعا الراجل ده بيقول على نفسه محايد. البص ده بقى قصته ايه بالنسبه لاسلام صادق؟ اسلام صادق عايز يوصل للناس ان الاهلي وحش، او ان الزمالك زي الاهلي، عنده مشاكل فنيه وعنده مشاكل اداريه، ما فيش مشكله، وان لعيبه الاهلي دي كلها تعبانه، لانه في الحقيقه راجل زملكاوي بس ما يقدرش يقول كده. هو بيقول ايه؟ ان هما الاتنين زي بعض. ده اللاعب الكويس الوحيد اللي في الاهلي اللي يعمل فرق وسام ابو علي فقط، يعني فرقه الاهلي دي كلها ملهاش لازمه. والزمالك فيه احسن لاعب في مصر، والاهم على الاطلاق، يعني اهم من اي لاعب في مصر، اللي هو مين؟ زيزو. ده رأيي، ده اسلوبه. الاسلوب ده اسلوب اعلامي محايد، ان الزمالك في عز كبوته وفي عز ازماته وفي عز المشاكل اللي هو فيها دي، وفي عز ان هو فرقه فاضيه. الزمالك فرقه فاضيه حرفيا، وانا ما بفهمش اي حاجه في الكوره نهائي، لان الموضوع مش موضوع لعيبه. الزمالك فيه لعيبه جامده، في زيزو، وفي عبد الله السعيد لعيب كويس، وفي مصطفى شلبي لعيب كويس، وفي محمد شحاته لعيب كويس، في لعيبه كويسه بس مش فرقه كويسه. قوة الزمالك على الأهلي مش أفراد، يعني قوة الأهلي على الزمالك مش قوة أفراد، قوة فرقة كاملة. مش قوة إن فرقة أحسن من مش قوة اللعيبة أحسن من اللعيبة بس، لا، في لعيبة في الزمالك أقوى من لعيبة الأهلي. زيزو في مفيش زيه في الأهلي، أحسن جناح في مصر مع حسين الشحات. بس فرقة الزمالك بعيد قوي عن فرقة الأهلي فنيا، ده كلام فني. أي حد بيقول كده ما بيفهمش في الكورة حتى لو مين. هو بقى على انه زملكاوي، وزملكاوي متعصب، وراجل بيكره الاهلي. ومشكلته الراجل ده قصته ان هو بيحاول يقلل من الاهلي. يعني ممكن اجيب لكم بوستاته كلها تقليل من الاهلي في عز نجاحات الاهلي، في عز نجاحاته. وبوستاته مش يكتب بوست مثلا طويل عريض لاحمد الطيب، مذيع المعروف اتجاهاته كلها ضد الاهلي وازاي بيتكلم على الاهلي. برامجه كلها بيرعى فيها اي حاجه وحشه تخص الاهلي. مش حاجاته كلها تقليل من برنامجه طبعا البريمو، احسن برضا عبعال وجمال رضا عبعال، واللي بيقدمه رضا عبعال، والحاجات الجميله اللي بيقدمها رضا عبعال. فالراجل بقى مش عاجبه بقى الاهلي، ومش عاجبه امام عاشور، ولا عاجبه قفشه، ولا عاجبه حسين الشحات، ولا بيرسي تاو، الناس دي كلها مش في دماغه. هو اسامه ابو علي مش عارف ليه طب مش منهم اسامه ابو علي؟ عشان هو عايز يبان ان هو انا راجل بتكلم اهو في عندكم حاجه كويسه. بس الحقيقه ان البوست ده بيقلل فيه من الاهلي بطريقه غير مباشره. يعني لو ايه اهلاوي قرا البوست تستفزه، يقولوا هو الراجل بقى بيفهم اكتر من الناس كلها. الكابتن اسلام صادق بيقول ايه بقى؟ وان الاخير يحتاج الى 10 صفقات اللي هو الزمالك، وهذا ليس له اساس على ارض الواقع، الكفتان متساويتان. طبعا ده عجن، ده عجن، ده اي كلام، ده ما يستحيل واحد. يعني انت لو جبت مين عمره ما يقول كده. كلاهما لديهم مميزات وعيوب فنيه واداريه. شفت الكلام؟ يعني واداريه، حاطط واداريه في النص، يعني يلا ماشي.
قوة الاهلي تكمن ولا الزمالك يمتلك افضل لاعب، مش كده يعني. الاستاذ اسلام صادق، استاذ اسلام صادق بيقول لك ايه؟ ان هما الاهلي والزمالك عنده مشاكل، يعني الاثنين زي بعض يعني. عموما اسلام صادق ده واحد من اكتر الاعلاميين المتعصبين اللي في التلفزيون، اللي كمان ما بيقولوش الحقيقه، يعني ما بيبينش الكلام. المدعين بيدعي ان هو على الحياد، وهو صعب، حاجه صعبه. يعني اعلامي متعصب ضد الاهلي بطريقه بشعه، بطريقه بشعه. بوستاته، انت لو جيت تشوف بوستاته كلها، استنى لو الاهلي خسر ماتش، انتظر بس ان الاهلي يخسر ماتش، انتظر ان الاهلي يكسب ماتش هو اداؤه مش كويس 1-0 مثلا في اخر 10 دقايق، يقول لك الاهلي يفلت من الهزيمه امام اسوان. افترض ان الاهلي مثلا كسب وكان اداؤه مش كويس، او كسب بالعافيه، الاهلي يفوز باداء متواضع امام كذا. لو الاهلي خسر بقى، الزمالك الاهلي يتلقى الخساره المستحقه من الفريق الفلاني. لو في حاجه مشكله في حكم ولا في ماتش ولا بتاع، يقول لك الاهلي يفوز بخطأ تحكيم من الحكم الفلاني، الحكم الفلاني وجامل النادي الاهلي. كل حياته كده اسلام صادق ده، صفحته كلها كده. اي حد ممكن حضراتكم تخش على صفحه اسلام صادق تتفرجوا، العيب مش عليه، العيب على الاداره اللي سايبه للناس دي كده. طبعا البوست ده اقل حاجه بس يستفزني، لانه راجل مستفز اصلا، بس البوست ده اقل حاجه هو بيعملها، اقل شيء ده يعمله عادي جدا. هو بس ايه؟ بيحط السم في العسل. يقول لك الاتنين زي بعض، الاهلي زي الزمالك، في مشاكل اداريه برضه. في ايه المشاكل الاداريه؟ مفيش، انا بقوله انت كده وبقى، انت بقى خمن. قبل ما امام عاشور يجي الاهلي بسنه، قال لك الامام عاشور هيروح الاهلي كوبري. لو لفقت ما لفقتش خلاص، خلاص انا ما قلتش، الناس هتنسى. لفقت هقوم جايب من فيديو من سنه ان انا قلت ان امام عاشور هيروح الاهلي. طبعا الاهلي العيب مش عليه، العيب على اداره الاهلي. طبعا ده رايي قولا واحدا، العيب في الحاجات دي على اداره الاهلي. اداره الاهلي اللي سابت المجال ان اي حد عايز يقول اي حاجه على الاهلي يقول، اي حد عايز يقول اي حاجه على الاهلي بيقول. اسلام صادق بقى وعفت نصار واحمد جمال اللي هو المذيع اللي كان على الزمالك، وراح عادل وفيصل ومش عارف ايه واي حد، وسام حسن، واي حد الاهلي بقى ملطش. عبد الشافي صادق ده في واحد اعلامي جه في قناه الشمس، انا سمعته، كان جاي في برنامج بتاع مع واحد كده اللي هو صوته مش طلع، كان بيقول جمهور الاهلي ده لو الاهلي خسر بيضربوا اللعيبه على قفاهم في التلفزيون. مفيش حد اللي مشوا كابتن شوبير عشان خاطر الاعلام المحايد والاعلام البتاع وميثاق الشرف الاعلامي ومش عارف ايه. وبعد كده بعدها باسبوع لنا خالد الغندور طالع في قناه المحور عادي، مفيش ميثاق شرف اعلامي ولا حاجه. طب القناه مش فئويه. خالد الغندور اللي قبلها ب3-4 ايام طلع في التلفزيون عمل رياعه عشان خاطر بس قال له ان حسين الشحات احسن جناح في الدوري، واختار ابراهيم عادل اللي هو اصلا مثلا ما جابش في الدوري 5-6 جوان وما عملش اي حاجه، وبيراميدز ما خدتش حاجه، فهو عايز اي حد ما عدا اي لاعب من الاهلي. جابوه وبقى شوبير هو اللي بقى وحش. انا ما بدافعش انا عن شوبير، بس انا بقول لكم مثلا الاعلام ماشي، الدنيا ماشيه ازاي. يرجعوا له الاعلام الاهلاوي ومش عارف ايه، والاعلام بيسند الاهلي. نفسي اعرف مين الاعلام اللي في الاعلام بيسند الاهلي. ده كان اخر اعلام اهلاوي ليه صوت كان شوبير، وما عادش موجود، ومش مشوه رغم ان قناه اون وقعت. انا متخيل الوضع فيه عامل ازاي. مشوه من اون رغم ان قناه اون وقعت مباشر، مشى من هنا، ما عادش حد يتفرج عليه. ما عادش، كله بقى يروح لابراهيم فايق على ام بي سي مصر لحد ما شوبير يروحوا فين، فشويه يروح لابراهيم فايق وشويه يروح لشوبير، وون دي هتنتهي، هتقفل، هتجيب ضلافه.
فين بقى الاعلاميين بتوع الاهلي؟ لا مش عارف فين الاعلاميين بتوع الاهلي اللي بيدافعوا عن الاهلي والاعلام الاهلاوي. مفيش. كل دول هم اللي موجودين في الاعلام. افتح التلفزيون تلاقيهم هم اللي موجودين في الاعلام. اسلام صادق وخلافه. ومش ناس عاديه، ده اسلام صادق ده رئيس تحرير برامج في التلفزيون وفي الراديو. مفيش الناس تتفرج عليهم في الاعلام الرياضي يعني محايدين او بنسبه كبيره محايدين. ممكن ابراهيم فايق وهاني حتحوت وابراهيم عبد الجواد، دول الثلاثه الوحاد اللي ممكن تتقال عليهم تتفرج عليهم بعيد عن انتماءاتهم. وفيهم اتنين زملكاويه، معروف ان هم زملكاويه. واحد ما نعرفلوش انتماء، بس هاني حتحوت وابراهيم عبد الجواد معروف ان هم زملكاويه، بس الناس كلها بتحترمهم بصراحه يعني. واللي زي اسلام صادق بقى والناس دي هم اللي مشغلين الدنيا، هم اللي ماسكين الاعلام كله، وهم اللي الحياه جمعهم زي الفل. راجل زي ده، تخيل واحد بالعقليه دي كل حاجه في الاهلي وحشه، وكل الاهلي اللي كسب كل حاجه، اللي كانس افريقيا وكانس الدوري وكانس كله، مش عاجب باسلام صادق وزيه زي اي فرقه وزيه زي الزمالك وبيكسب وسام ابو علي بس وبعدين بيجي يقول لك مثلا بقاله فتره كده ماسك اسطوانه وسام ابو علي. طب ما الاهلي كان بيكسب من غير وسام ابو علي عادي يعني. هو وسام ابو علي جه والاهلي بيخسر؟ ما وسام ابو علي جه والاهلي بياخد افريقيا، وسام ابو علي جه والاهلي واخد الدوري. هو ايه الاضافه اللي استضافها وسام ابو علي؟ طبعا لعيب كبير، وسام ابو علي ده بالنسبه لي يعني صفقه الموسم، والاهلي كان في احتياج ليه فعلا، بس الاهلي كان بيكسب من غيره. هو انا عايز اقول لك على حاجه، بمزاجك غصب عنك، بمزاج الزملكاويه بمزاج الاهلاويه غصب عنهم، امام عاشور هو احسن لاعب في مصر. احسن موهبه في مصر امام عاشور، بمهارات بالسن بكل حاجه هو احسن لاعب في مصر. طبعا انا ما بقولش الكلام ده، بقول زيزو. لا زيزو لعيب كبير ولاعيب عالي ولاعيب ما يعني معلش اي كلام، بس امام عاشور احسن لاعب في مصر، واللي احسن منهم كلاعب وك وكشخصيه وككل حاجه، واللي انا كنت شايف ان هو احسن لعيب في مصر فعلا هو محمد عبد المنعم مثلا يعني. هو اللاعب الوحيد اللي في مركزه مؤهل يلعب في اي نادي في اي حته في الدنيا يعني. ملوش ممكن يلعب في مانشستر عادي بالنسبه لي محمد عبد المنعم. لا امام عاشور محدود ليه مستوى معين يلعب فيه، وزيزو مستوى معين يلعب فيه. الوحيد اللي بيلعب في اي مستوى في في مصر هو محمد عبد المنعم. ده وجهة نظر، والايام بينا هنشوف. لو اخلص واجتهد واشتغل على نفسه يلعب في اي مكان عادي. فانت بقى بمزاجك غصب عنك. الاهلي احسن فرقه في افريقيا بكتير، وانت وجودك اصلا او الناس دي كلها وجودها هم عايشين على الاهلي، وعايشين على انهم يقللوا من الاهلي ويشتموا الاهلي وكده يعني، والحياه معاهم مش هتمشي الا كده. وبرضه هرجع اقول للمره الاخيره ان المشكله الكبيره ان الناس في النادي الاهلي سايبين الناس دي يقولوا اللي هم عايزينه. والاستاذ اللي ماسك اللجنه الاعلاميه بتاع اللي اسمه كرم جبر باين ولا مش عارف اسمه ايه، عامل مشاكل مع الناس كلها، وبيقال والجان وملجان وقصص والاصل اللي الناس اللي زي اسلام صادق وزي الناس اللي احنا قلنا المعروفين كلهم دول لازم يكون في اتجاه مباشر من الاهلي عشان يحمي النادي ويحمي هيبة النادي ويحمي هيبته ويحمي اسمه ويخلي وما يخليش واحد زي ده يكتب اللي هو عايزه كده ويشتغل في حته وعايزها ويقول له عايزه، زي واحد زي رضا عبد العال وزي الناس دي كلها يطلعوا كده يقول اللي هم عايزينه في التلفزيون وانت قاعد تتفرج عليهم. دي مشكله، ما كناش بنشوف الكلام ده. واللي زي الفل.